اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. الحمد لله تعالى المستحق للثناء والمتفضل بالنعم، والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر الله تعالى خير ما نشتغل به. إخوة الإسلام، ذكر الله تعالى أغلى ما ادخره المؤمن وأفضل ما حرص على الفوز به المؤمنون. يقول الله تعالى في محكم تنزيله: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قال: ولذكر الله أكبر. قال مجاهد رحمه الله تعالى: لذكر الله عبده أفضل من ذكر العبد ربه في الصلاة وغيرها. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ذهب الذاكرون الله بالخير كله. إخوة الإسلام، أين نحن من هذا الفضل الكبير؟ ذكر الله تعالى بضاعة المفلحين وتجارة الرابحين وزاد المتقين. ولقد قال إمام ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى عن الذكر: إن الذكر نور للذاكر في الدنيا ونور له في قبره ونور له في معاده يسعى بين يديه على الصراط. وما استنارت القلوب والقبور بمثل ذكر الله. وقال مالك بن دينار رحمه الله تعالى: ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله. وقال ذنون رحمه الله تعالى: ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه. إخوة الإسلام، إن فضل الذكر رفيع ودرجته عظيم وشرفه كبير. وقد ذكر الإمام ابن القيم للذكر أكثر من 70 فائدة، وأذكر قليلا منها إن شاء الله. الله أكبر، الله أكبر. أولا، الذكر يطرد الشيطان. ثانيا، الذكر يرضي الإله. ثالثا، الذكر يذهب الهم والغم عن القلب. رابعا، الذكر ينور الوجه والقلب. خامسا، الذكر يورث المحبة الله. والذكر أيضا سبب لذكر الله عباده، كما في قوله تعالى: فاذكروني أذكركم. وكما في الحديث القدسي قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. والذكر أيضا سبب لقرب الله إلى عباده، كما في حديث القدسي أيضا قال الله عز وجل: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. إخوة الإسلام، والذكر أيضا سبب لنزول السكينة وغشيان الرحمة. والذكر أيضا سبب لإحاطة الملائكة وستر الذنوب. إخوة الإسلام، إن لله تعالى عبادا شغلهم ذكره عن كل مذكور. ولقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم سيد الذاكرين وقدوة المتبتلين يذكر الله في كل أحيانه. ولقد كان الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه يسبح في كل يوم 12 تسبيحة ويقول 12,000 تسبيحة ويقول أسبح بقدر ديتي. والذكر أيضا سبب لإحاطة الملائكة، كما في الحديث الذي رواه أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرقات يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا هلموا إلى حاجتكم،
فيحفونهم بأجنحتهم إلى سماء الدنيا ويسألهم ربهم وهو أعلم ما يفعل عبادي. قال يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. ويقول الله عز وجل هل رأوني إلى قوله فأشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس فيهم إنما جاء لحاجته. فيقول الله عز وجل هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. فيقول الله عز وجل هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. متفق عليه. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله والذاكرات. آمين. هذا والحمد لله رب العالمين. حياك الله حياك الله. الله أكبر الله أكبر. الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى المستحق للثناء والمتفضل بنعم. وبعد وبلين خيخ مسلمة ذكر ربي الرقالي ومسلم توان قيا أخراتي فالخاجتين أقسم الرجال ومسلم توان ساركة رب النيتي. ربي سبحانه وتعالى قرآن ساقي سمالجة أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. جا ربي سبحانه وتعالى آية قرآن الخيس سمالجة صلاة نتون هم تران ودركتي ذكري ربي دات الرقود دوراجة. أقسم الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. We praise Allah subhanahu wa ta'ala, the King, the Master, the Sustainer, the Creator of the seven heaven and the earth. We send peace and blessing upon His beloved Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dr. Zakir Naik. My brother and my sister, my topic has been success through the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. To remember Allah subhanahu wa ta'ala is a quality of a believer. From Quran and from Hadith we are informed and we are ordered by Allah and His Prophet. O you who believe, to remember Allah subhanahu wa ta'ala in abundance. O you who believe, remember Allah subhanahu wa ta'ala in abundance. To make zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. To remember Him, to praise Him, to glorify Him. For verily in the remembrance of Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, what does He say in the Quran? For verily in the remembrance of Allah, the heart, what do they find? They find rest. But Allah did not say in the remembrance of Allah, you find what? Happiness. Because Allah is not seeking happiness. In the remembrance of Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, He says, Allah subhanahu wa ta'ala, He says in the Quran, for verily in the remembrance of Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, He says the heart, what do they find? They find rest. But Allah did not say in the remembrance of Allah, the heart they find happiness, because Allah is not seeking happiness. Allah subhanahu wa ta'ala, He says, for verily in the remembrance of Allah, the heart they find peace. They find the sense of belonging. Musa alayhi salatu was salam, a very amazing, had a unique relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Musa said, oh Allah, give me a dua. Allah, give me a dua. Give me a supplication, give me something I can remember you by. Allah subhanahu wa ta'ala, He says to Musa, Ya Musa, قُل لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Ya Musa, say La ilaha illallah. You know what's unfortunate in our time, my brothers? There used to be a time when being a Muslim was something honorable thing. Being a Muslim was something you were privy to be called. Being a Muslim was something you took pride in. Today we are running away from it. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Why? Because it's becoming embarrassing to be a Muslim. La wallahi, my brother and my sister, you should raise it high for the greatest honor, the greatest love, the greatest gift, the greatest sign of Allah's mercy and any human being is when Allah subhanahu wa ta'ala bestows this person with His rahmah, with His blessing, and He makes him a Muslim. So Musa says, oh Allah, give me a dua. Allah subhanahu wa ta'ala, He says to Musa, Ya Musa, قُل لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Ya Musa, say La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sure. Nama isaan gammachiisu barbaadu jira. Sheekni keenya Allahu Akbar. Ilmi Rabbi subhanahu umri isaa dheereessu. Ijoollee tana hamiila isaanii eegaa. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر تكبير على التكبير الله أكبر. So Musa says, oh Allah, are you ready? Say La ilaha illallah. And I was hoping for something a bit more. Oh, and all prophet that comes before me also say La ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala in return, he says to Musa, Ya Musa, if the 7 heavens and what it contained was placed on one end of the scale, and La ilaha illallah was placed on the other, La ilaha illallah would outweigh the 7 heavens and earth. And you carry that in your heart. Yet how many times do you remember Allah subhanahu wa ta'ala? Allahu Akbar. The greatest zikr of Allah subhanahu wa ta'ala is to read His book. The greatest zikr of Allah subhanahu wa ta'ala is to read His book. Because you are reading pure perfection. You are reading revelation. Because you are reading revelation. Imagine, bro, Allah sent you a letter. You know, you ask yourself, let's be real. The Prophet of Allah sallallahu alayhi wa sallam, he says, amazing. He says sallallahu alayhi wa sallam, and please. He says sallallahu alayhi wa sallam, the difference between the one that remembers Allah and the one that doesn't remember Allah, the difference between the two, he says, it's like the living and the dead. The difference between the one that remembers Allah and the one that doesn't remember Allah, the difference between the two, he says it's like the living and the dead. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala, he says more or less, my slave, when you remember me, I will remember you. My slave, when you remember me on your own, I remember you on my own. My slave, when you remember me in a greater gathering, Allah subhanahu wa ta'ala, he says, I will remember you in a greater gathering. You want success? May Allah grant us all success. May Allah grant us all Jannah. And wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen.